هنا قدام المتحف المصري. ده المتحف المصري صور في مكان الاحداث اللي حصلت امبارح. يا ابني انا عاوز بيض. هو جاي لك انا عاوز بيض. صاحبي يعادلك انت كلب وحياتك من عادك. لا 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 لا. ده واحد من بلطجية يتعالج. بس تعادل. اتحول المكان هنا مقر للإسعافات الأولية ومعالجة المستفيض. دلوقتي في حاجة بتحصل. احنا دلوقتي قدام المتحف المصري. قدام المتحف المصري ناس بتجري. في إشارة كان مدينها الجيش أي حاجة تحصل يضربوا واحد، لكن ده بعيد عن ميدان التحرير. مين دول؟ مين الناس بتجري او ايه اللي بيحصل؟ احنا دلوقتي عايزين نصور الحقيقه، عايزين نشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. لكن انا ناس بتجري دلوقتي فايه جماعة البلطجية جايين يهاجموا علينا، فاحنا بنخبط عشان الناس تروح تدافع عن نفسها. يا دوكا بلطجيه وجريوا. بلطجية مين عليه؟ عشان يضربونا. هو حسني مبارك بعتهم يضربونا. بيقولوا ان البلطجية والضباط. بيقولوا ان امبارح بعد بيان الرئيس اول امبارح في بعض المتظاهرين انقسموا على بعض وبدات الخرابات تحصل. ما حصلش. اللي حصل ان بعد البيان هو في البداية جاب مجموعة من الناس يخشوا في المظاهرات يحاولوا، لا قبل البيان، يحاولوا يقنعوهم بان مفيش جدوى من اللي هم بيعملوه وان لازم البلد تستقر. وبعد كده لما لقى مفيش فايدة امبارح بعد البيان بدأ يجيب البلطجية بأسلحة ومولوتوف وأزايز. يقول لك في كور انما تحدث من عمارات. من فوق سطح العمارات. دي بتاعت مين؟ قالوا في حد من المظاهرين كان بيبيعها. هيجيب منين؟ احنا هنا مفيش اي حاجه تشوف. هم اللي كانوا بيحدفوا علينا وهم اللي كانوا قناصه فوق العمارات عشان يضربوا الناس. عارفه زي ما بيقولوا كان في ناس بلطجيه مندسين وسط المظاهرات وبعدين لا بعد لا احنا هنا بنفتش كل اللي داخل واللي خارج. في ناس بتقول لي انا شخصيا ان حوالي 85% من المتظاهرين الموجودين في ميدان التحرير هم بلطجيه وال 15% اللي هم بتوع 25. انت شايف ايه؟ انا جاي هنا اصور الحقيقه اساسا. طيب جاي اصور الناس بتقول ايه. لو في بلطجيه احنا هنقعد نعمل ايه؟ يعني احنا ايه الهدف؟ من البلطجيه؟ هناخد فلوس من حسني مبارك عشان يقعد عداوه يعني؟ هنعمل ايه؟ في ناس بتقول ما خلاص الرئيس قال انا ماشي، انت واقف ليه؟ لا ما مشيش، ما اعلنش انه مشي. هو يمشي. مش هنمشي ويسيب المكان. مش هنمشي الا لما يمشي. كان دم الشهداء ده على حساب مين اساسا؟ بس في ناس بتقول ما ينفعش السلطه تتسلم من يوم وليله. لا ده احنا عاملين حسابنا بكل ده، كل ده معمول حسابه. هو يمشي، دم الشهداء ده مش هيروح ابدا. وهنفضل هنا مش هنموت كلنا. لازم ناخد، لازم المحكمه الدستوريه العليا افقه منه واقدر منه على قياده الدوله. هو فاشل في كل حاجه. هو يمشي بس ويسيب البلد اساسا يعني. ومعايا قرار ومحاكمه جميع الفاسدين. كل اللي تسبب في قتل الناس وضرب الناس هنا لازم يتحاسب. حرام عليه يا اخي، حرام عليه اساسا. انا عايزكم تقولوا حاجه للشعب المصري المضلل. انا بقول للشعب المصري كل راجل حر لازم ينزل ميدان التحرير. لازم ينزل ميدان التحرير ويشوف بنفسه. ليه احنا هنا؟ ليه الملايين دي كلها واقفه؟ لازم. فرعون مصر، خلي بالك، الفرعون الاول احترم الدستور المصري بعد ما سقط عن سيدنا موسى الحكم بعد 10 سنين لما قعد في الارض الاردن، سقط من عليه حكم قتل النفس. رجع فقال للمصريين ذروني اقتل موسى، يعني شوفوا لي قانون وضع يقتل موسى. احترم الدستور المصري
وسقط من على سيدنا موسى الحكم. اما الرجل دوت ده فاق فرعون، يعني ان كان فرعون قال انا ربكم الاعلى فده فاق الكلمه ديت. رسالة للشعب المصري، كل انسان حر، كل شاب حر يجي بنفسه ويشارك اخواته اللي بيموتوا. في ناس ما نامتش يا اخي لحد دلوقتي، ترويع في منتهى الترويع، ده انسان مجرم. بيقول لك الاعلام المصري ان الناس اللي قاعده دي ضمن الاحزاب السياسيه والاخوان دي ثوره شعبيه. لا هيش جت بقى وسائل اعلاميه ثانيه بتقول ان الحرب اللي حصلت امبارح دي بين الحزب الوطني والاحزاب المنافسه. لا كذابين. انا بقول دول كذابين، مفيش حاجه اسمها احزاب، مفيش حاجه هنا احزاب ولا اخوان مسلمين ولا اي حاجه. في ناس بتقول ان اللي قاعدين في التحرير بينصروا البلدعي بس وماشيين ورا ولا البلدعي ولا احنا انا بقول لك احنا مش عايزين البلدعي، احنا عايزين الوسط يمشي. علماء الازهر قالوا كلمته امبارح، قالوا له يجي علماء الازهر مش شيخ الازهر اللي هو كذب على الناس وقال لهم الناس ما تطلعش. علماء الازهر الشرفاء، الشيخ الازهر اللي هو معينه من قبيله بيتكلم زيه زي فرعون مصر. انا بدعو كل شعب مصر واحنا قاعدين هنا يا الرحيل يا الشهاده، ما فيهاش اكتر من كده كلام عن كده. احنا مش اقل من شعب الجزائر. شعب الجزائر خسر 1,000,000 شهيد عشان يتحرر من الاستعمار الفرنسي، واحنا قاعدين هنا وتونس قاعد 35 يوم واحنا مستعدين نقعد سنين هنا. ايه يعني ما يموت مليون مصري؟ ايه يعني ما يموت 2 مليون مصري؟ هيعيش الباقي في احرار.